طبق الفول ده مفيش غنى عنه، وخصوصا بقى الايام دي احنا في الصيام الكبير وكمان رمضان عشان السحور. واحلى حاجه بقى لما نكون مدمسينه كده في البيت وعاملين منه كميه وشايلينها في الفريزر. في الفيديو انا هعمل معاكم مقدار نص كيلو من الفول، بس انتوا تقدروا تضاعفوا الكميه لو انتوا عايزين، بس الافضل لو اول مره تدمسي فول انك تعملي بس نص كيلو كتجربه. اول حاجه اختاري الفوله اللي تكون فاتحه ما تكونش غامقه، ونغسلها كويس وبننقعها على الاقل 8 ساعات، يعني من 8 ل 12 ساعه. وكل 3 ساعات كده بغير الميه اللي انا ناقعه فيها الفول، يعني بشطفه واحط له ميه جديده، وطبعا الميه بتبقى من الحنفيه عاديه جدا مش سخنه. هنا بعد 12 ساعه تقريبا انا شطفته تاني، وبعد كده بحطه في الحله ان انا هدمس فيها. طبعا لو عندك دماس هيكون افضل. وبضيف عليها نص كوبايه من الفول المدشوش اللي بنعمل بيه الطعميه، وبكون نقع الفول ده لمده ساعه قبل ما بستخدمه. وبضيف كمان نص كوبايه من العدس وبكون غسلاها كويس. بقلبهم مع بعض كده تقليبه، وبضيف عليهم جزرايه تكون مبشوره كده، الجزره طبعا بتديله طعم ولون حلو. وبضيف عليه معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة بس تكون هرمية كده شوية من البابريكا. وكمان بضيف 4 معالق كبار من الزيت، وعصير ليمونة كبيرة كده بعصرها، بحط بس العصير بتاعها بدون القشرة بتاعتها. وفي إضافة تانية لو حابين تضيفوها إن تحطوا معلقة صغيرة بس مش مليانة قوي من البيكنج باودر، لأن ده بيساعد على تسريع التسوية بتاعة الفول. بعد كده بنضيف عليها كمية كويسة من المية، بس المية تكون مغلية زي ما انتوا شايفين، وتغطي الفول بمقدار كويس كده. هنغطيها ونرفعها على نار تكون هادية جدا، شمعة كده خالص، ونسيبها بقى عشان تستوي. بنسيبها أول ساعة أو ساعة ونص ما بنفتحش عليها، وبعد كده بنفتح عليها ونقلب ونشوف طبعا لو محتاجة مية أو حاجة. هي طبعا مش هتبقى محتاجة، بس يعني عشان نقلبها ونشوف الدنيا عاملة ازاي. ده هنا كده بعد ساعة ونص. مهم جدا لو الغطا بتاع الحلة اللي بنستخدمها فيه أي فتحة إن احنا نقفل الفتحة بتاعة الغطا ده، يعني بورقة فويل أو حاجة نقفلها كده. هنا كده بعد الفول معدى عليه 3 ساعات، شايفين تقل ازاي؟ المية بتاعته بدأت تتقل، والقشرة بتاعته بدأت تدخل في سوا خالص، يعني احنا بنقطعها بسهولة جدا بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. ولو احتاجتوا تزودوا مية لازم المية تبقى مغلية. هنسيبه بقى عشان يكمل سوا، وعشان كمان المية بتاعت الفول تتقل اكتر. كده بعد 4 ساعات او 4 ساعات ونص الفول استوى كويس جدا وبقى عامل زي الزبدة، والمية بتاعته تقلت كده بدون ما نضيف بقى لا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة من الحاجات. بنسيب بقى الفول لغاية ما يبرد تماما، وبعد كده بنعبيه في اكياس وبنشيله في الفريزر. ودي بقى طريقة من الطرق اللي بحبها قوي للفول. بحط 3 معالق كده كبار من الزيت، واحط فيهم قرن فلفل متقطع. اول ما ريحته تطلع بضيف عليه بقى كمية الفول اللي انا عايزاها بالشكل ده، وبعد كده بضيف عليها حوالي 3 معالق كبار من الطحينة. خدوا بالكم بس ان البوتاجاز تبقى حرارته متوسطة وانتوا بتعملوا الخطوات دي، عشان الفول ياخد طعم الحاجة كده على الهادي يعني. وبتبله طبعا بملح وبكمون، ده اساسي، وممكن رشة فلفل اسود لو عايزين. عشان الطحينة بتقل القوام شوية، فانا ضفت شوية مية كده صغيرين عشان اظبط القوام بتاعها. ممكن نسيب الفول حب كده، او ممكن نهرسه كده بالمعلقة يعني شوية كده عشان يبقى كريمي اكتر. اخر حاجة بضيف طبعا عصير ليمونة كبيرة حلوة كده، وبديها تقليبة، وبخليها بس تاخد كده دقيقة على النار، بحيث ان هو الطعم كله يشرب من بعضه. بحطها بعد كده في الطبق، وبحط عليها شوية زيت من فوق، ولو الفلفل اللي انا مستخدماه مش حراق بضيف شوية شطة كده على الوش عشان انا بحبه يبقى مشطشط شوية. يلا بقى دمسي شوية فول وفنني في اطباق الفول اللي بتعمليها. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.